طيب. السلام عليكم يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دلوقتي بعمل فيديو لاني متضايقة جدا جدا. انا بتفرج على اليوتيوب على طول، وشفت حد ما يسواش بيتكلم وبيهين مصر وبيهين المصريين، وهو اصلا او هي بمعنى صح ملهاش اي 60 معنى ولا لازمة في الحياة. لا ليها تاريخ ولا ليها طعم ولا عملت حاجة. افرض ان حد ضايقك يبقى بقيت الناس كلها وحشة؟ ايه السفالة وقلة الادب والانحطاط اللي احنا وصلنا له ده؟ انا حاولت كتير ان انا امنع نفسي، لكن الا اهانة المصريين والا اهانة مصر اللي مفروض تبقى على راس الناس كلها. هي البلد اللي شايلانا كلنا. ايه يعني ايه اصل واحنا اللي عاملين لكم قيمة واحنا اللي عاملين لكم بهيمة؟ ايه شغل القرف ده؟ هي فكرت كويس قبل ما تنزل الفيديو اللي شبهها ده؟ لا شكل ولا تمثيل ولا منظر ولا بتمثل اي حد في مصر. ومعلش الممثلين على راسي من فوق، المحترمين الكويسين، بس انا لما اجي اقول حد ممثلني في بلدي والبلد ما بتقومش الا بيه، اذكر دكتور قلب مشهور، دكتور ان شاء الله يا رب دكتور تخسيس مشهور، دكتور اسنان، مهندس عمل اختراع. لكن انتوا بتقدموا ايه يا جماعه؟ انتوا بتقدموا ايه؟ مع احترامي ان في ممثلين محترمه، انا بتفرج على مسلسلات وكل حاجه، بس ما يصحش كده ان انتوا لما حاجه تحصل تعمموا على المصريين وعلى مصر وتنسوا اصلكم وتنسوا انتوا كنتوا ايه ومين اللي شهركم ومين اللي اداكوا. ده الناس لما بتحب تتشهر بتيجي مصر. ما بلاش قرف بقى، ما بلاش قرف تطلعي علينا بسحلتك دي، تقعدوا تهوهولنا وبقكوا ومناخيركوا واسنانكوا. اي واحده في مصر احلى منك. نتكلم بقى بعقل ونتكلم بنظافه ونبطل اسلوب الشرشحه واسلوب التهجير. ايه ده؟ احنا بنفرج الناس علينا في الدول بره ان احنا ناس يعني بنورد ايه. انا مش عارفه اقول عليكي حسبنا الله ونعم الوكيل بصراحه. انا مش عارفه ايه اللي خلاكي تطلعي زي المتريليوس كده. ما انت طول عمرك كنت بقى مختفيه، والواحد كل 50 سنه ما بيشوفك مره في اي حاجه وخلاص. لا ايه يعني انهم مش عايزين يكتبوا وما اعرفش ايه ويعملوا ايه؟ ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ تقومي تقعدي تقولي المصريين، والمصريين شيانين. المصريين بينزلوا يشتغلوا الصبح، مش بيهرجوا وبيهزروا. وبعدين اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، ويحترم نفسه ويقعد على جنب الحيطه او جوه الحيطه. علشان انت كده غلطانه في 90 ولا 100 مليون واحد. لو كل واحد طلع لك بتعليق يبقى هنموتك اصلا، هنموتك بقهرتك. ولو كل واحد قال لك رايه فيكي اكيد انت مش هتعيشي لو عندك ذره دم. كل واحد يحترم نفسه في البلد دي والا مصر، ونحترم نفسنا ونحترم بلدنا عشان الناس بره تحترمنا. الواحد بيشوف البلد زي السعودية واهل السعودية اللي على راسي من فوق، اللي ربنا كرمهم اخر كرم مع بعضيهم. يا رب يا رب نولها لي ان شاء الله، واديني اروح اعمل عمرة في السعودية واشوف اهلها الكرام يا رب بحق جه النبي. واي حد في السعودية يدعي لي اني انا اجي اعمل عمرة، يقول يا رب خليها تيجي تعمل. والمصريين اي حد يدعي لي لاني انا تعبانة وممكن في اي وقت اقابل رب كريم، لان انا ست كبيرة. والدول العربية التانية، الامارات اللي بتساعدنا وبتعمل لنا مشاريع، وحتى قطر اللي كان في بيننا وبينها سوء تفاهم بقت دلوقتي بتعمل لنا مشاريع، والدول العربية كلها. يبقى احنا بدل ما نبقى صورة مشرفة لنفسنا نقعد نشتم ونهين في بلدنا. عيب والله العظيم الناس اللي بتتكلم بالاسلوب ده. يبقى هي لا شافت اخلاق ولا شافت تربية في بيوتها. وحسبنا الله ونعم الوكيل في اي حد بيقل ادبه على بلدي مصر حبيبتي. كل الدول العربية بلادي التانية، لكن الا بلدي مصر دي اللي في معاميع قلبي.
وده اول فيديو، واتمنى ان اي حد ممكن يغلط في البلد لسانه يتشل قبل ما يتكلم على بلده، وبيتكلم على اهل بلده الشقيانين الكرام اللي على راسي من فوق، ستاتها ورجالتها واولادها وبناتها. وربنا يخلي الكل ان شاء الله، ويعمرك يا مصر برئيسك وبناسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.